جاء هذا الحزب المسمى وزارة الداخلية وقال لكم السلام عليكم أنا من سيشرف على العملية الانتخابية، السلام عليكم أنا من سيأتي بمشاريع القوانين إلى البرلمان، السلام عليكم إنني أوجه الولاة والعمال بالعمل على ماذا؟ على الاشتغال على جيل جديد من التنمية، ويردف على ألا يتم الاستغلال الانتخابي لهذا الجيل الذي يشرف عليه العمال والولاة. الانتخابات في المغرب لها قدرة غريبة على إخفاء الحزب الأغلبي الدائم. لهذا الحزب منسقون جهويون هم الولاة، وإقليميون هم العمال، ويتعاملون بخصومة مع الفاعلين السياسيين المستقلين الذين يعملون في ساحة أخرى، وسلوكهم وخصومتهم هي خصومة فاعل سياسي حامل لرؤية ولديه أدوات الدولة وإمكاناتها. وأنا تنظن أن هذا الحزب الأغلبي الدائم هو في واقع الأمر وزارة الداخلية. تيقول لك فلان يستعد للانتقال من الأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة في هذه الدورة لكي يعود إلى حزب الأصالة إلى الأحرار مرة أخرى، أو ينتقل إلى الحركة الشعبية، لأن هؤلاء المعارون لهم قدرة غريبة على فهم اتجاه الرياح ثم يحولون أشرعتهم حيثما مالت ريح الدولة. أي جدول الانتخابات على حسب شكون تيطرح السؤال، لأنه الانتخابات في المغرب في ظني ولات أو ماشي ولات ديما كتعطي واحد الموعد بحيث تتحول هذه الانتخابات إلى حدث في حد ذاتها. معناه أنه اللي أساسي واللي تنجيش له الناس ومن ينتظر ومن يحمل آمالا وأحلاما هو الطقس في حد ذاته، العرس الديمقراطي، الاستحقاق إلى آخره. فكل المفاهيم التي تنتج وكل خطاب يجعل من هذا الفعل ومن هذا الطقس حدثا بغض النظر عن هذا الذي سينتجه هذا الحدث. تتحول المواعيد إلى حمل كاذب، ومباشرة من بعد ما كنكتشفوا لغد ليه أو أسبوع من بعد أو 2 ديال الأسابيع أنه فعلا كانت الانتخابات حملا كاذبا، تتولي تتنعش فينا واحد الأمل جديد، واحد الانتظارية أو واحد الانتظار جديد ديال 5 سنين أخرى وهكذا. وبالتالي تنجح هذه الانتخابات في أنها تعطي للشعب هذه الجهة التي تحاكم وهي لا تحكم. يعني كاين شي جهة تنحاكمها ولكن هي راه في العمق راه ما تتحكمش، يعني تنمسحوا فيها كل الأخطاء بشكل دوري على رأس كل 5 سنوات. لكنها تنجح أيضا في شيء في ظني أهم وأكبر، هو أن الانتخابات في المغرب لها قدرة غريبة على إخفاء الحزب الأغلبي الدائم. حزب أغلبي يحكم بشكل دائم، تعمل هذه الانتخابات على إخفائه وعلى أنها توجه الأنظار بعيد عليه. وأنا تنظن أن هذا الحزب الأغلبي الدائم هو في واقع الأمر وزارة الداخلية، بوصفها حزبا لا يعلن عن نفسه، يعبر عن رؤية البلاط التي تعتبر رؤية دائمة مستدامة نافذة مؤثرة على كل تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية. لهذا الحزب منسقون جهويون هم الولاة، وإقليميون هم العمال، ويتعاملون بخصومة مع الفاعلين السياسيين المستقلين الذين يعملون في ساحة أخرى، وسلوكهم وخصومتهم هي خصومة فاعل سياسي حامل لرؤية ولديه أدوات الدولة وإمكاناتها. تعمل الانتخابات بشكل غريب على طمس هذه الحقيقة، ويتحول الفاعلون السياسيون الآخرون
اللي تيديو اغلبيات كبيره. ما تنتكلمش على الديناميات الزوينه المستقله اللي فيها نخب ولكن لا اثر لها انتخابيا، تنتكلم على الكبار. يتم التعامل معهم بمنطق الاعاره، منطق الاعاره كما نراه ونشهده في منطق كره القدم. اليوم هذا في باريس سان جيرمان تنسلفوا المارسي، تيقول لك فلان يستعد للانتقال من الأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة في هذه الدورة لكي يعود إلى حزب الأصالة إلى الأحرار مرة أخرى، أو ينتقل إلى الحركة الشعبية، لأن هؤلاء المعارون لهم قدرة غريبة على فهم اتجاه الرياح ثم يحولون أشرعتهم حيثما مالت ريح الدولة. وبالتالي هذه العملية تعمل على جعلنا كملاحظين غير قادرين، أو جزء منا على الأقل، على تشخيص الواقع السياسي في المغرب بهذا الوضوح. أنا دونت بعض الأفكار، ومن كثرة ما مرة كنحط فكرة على اليمين فكرة على اليسر، شي حاجة مقادة وشي حاجة عوجة، تحولت هذه الأفكار إلى حرز ما يشبه طلاسم، أسأل الله أن يعينني على قراءتها. هذا يسر. أنا عندي تقدير ديال أنه هذا الحزب هذا كيف يعلن عن نفسه تيقولها زعما. أولا نتكلموا على الأشهر الأخيرة، باش ما نتكلموا على الأشهر الأخيرة. جاء هذا الحزب المسمى وزارة الداخلية وقال لكم السلام عليكم، أنا من سيشرف على العملية الانتخابية. السلام عليكم، أنا من سيأتي بمشاريع القوانين إلى البرلمان. المعطى الأول ديال الذي يجعله دائما متحكما في هذه اللعبة، بالقوانين، بالتقطيع، باللي بغيتي، بالإشراف إلى آخره، بالتعيين ديال رؤساء المكاتب إلى آخره، بالمحاضر إلى آخره. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، ينتظر أسبوعا بعد إعلانه الصريح عن إشرافه على الانتخابات سيجي يقول لكم السلام عليكم، إنني أوجه الولاة والعمال بالعمل على ماذا؟ على الاشتغال على جيل جديد من التنمية، ويردف على ألا يتم الاستغلال الانتخابي لهذا الجيل الذي يشرف عليه العمال والولاة. ما الحاجة إلى الانتخابات إذن؟ بما أنك أنت رسمت سلفا عبر هذا الجهاز الثابت والمستمر والذي لا سلطة للصندوق فيه على أنك تعطي للناس جيل جديد من التنمية، وتحذر المنتخبين على أنهم ما يوصلوش هذا الشيء هذا باش ما يستغلوش. هذا الحزب هذا كان يعمل بشكل دائم على أنه يوازن بين شيئين: السيرك والخبز. السيرك يتجلى في المهرجانات الكبيرة والمتعددة التي لا حد لها، التي تنبت فوق تراب المملكة أكثر مما ينبت أي شيء آخر. والخبز ما عبر عنه سلفا الحسن الثاني في أحد حواراته عندما قال: أول حاجة كنعملها ملي تنفيق الصباح تنسول على الثمن ديال المطيشة. خطأ هذا الحزب اليوم أنه أخل بالسؤال عن مطيشة في الصباح، وبالتالي ضاعف من اقتراحاته وسياساته المرتبطة بالسيرك ونسي الخبز. خداش شوية ديال الاعتمادات أو بزاف ديال الاعتمادات من الخبز وأعطاها للسيرك. يتجلى السيرك اليوم في هذا الكوليزيو ديال الملاعب الضخمة الكبيرة التي كانت فضاء لماذا؟ للتنفيس عن غضب هو غضب من؟ هو غضب جال زيد. يكتشفون لأول مرة في تدشين ملعب الرباط أنه لم يعد لهم ولوج لهذا السيرك ولهذا النوع من الملاعب، لأنها أضحت جيدة، ثمنها مرتفع، وازدادت الرقابة بفعل الهندسة الاركيتكتور وبفعل التكنولوجيا. فهؤلاء المقصيون المهمشون الذين كانوا يقفزون على سور الملاعب وسور السيرك أضحوا حتى في هذا السيرك مقصيون. عندما غاب الخبز وتبعه السيرك خرج الشباب ليعبروا عن هذا الغضب في شعار مركزي: ما بغيناش المونديال والصحة أولا. الآن المغرب عنده مشكل كبير إذا ما خداش هذه الفرصة هذه من أجل استغلال لحظة الانتخابات
من أجل طرح السؤال حول نموذج الدولة. وهذا ماشي عيب، لأنه دابا في فرنسا مع الأزمات المتتالية والاستقالة هذا الصباح هذا ديال لو كورنو يطرح السؤال حول محدودية نموذج الجمهورية الخامسة في سياق انتخابي، في سياق سياسي، في سياق ديال التدافع، في سياق ديال النقاش العمومي. حنا كلما طرحت أزمة تيخرج بلاغ من شبيه بهذا ديال الحكومة أخيرا اللي هو فقير فيه لغة عامة وتيقول لك من جديد في إطار التوجيهات الملكية حنا راه تنديروا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني يعيدون التأكيد على عمق الأزمة. إذا ما كان تفكير واستغلنا هذه الفرصة هذه بشكل جماعي باش نقولوا راه يجب أن نفكر في نموذج الدولة، والنموذج الانتخابي ما هو إلا باب صغير من أبوابها، لربما نقدروا نتجاوزوا هذا الشيء هذا. ونعطيكم بعض المقارنات البسيطة وبها غادي نسالي اللي تتبين أنه راه هذا الشيء هذا ما بعيدش وما مستحيلش. راه على سبيل المثال لا فرونس انسوميز، سمحوا لي دائما كنجبد النموذج الفرنسي، لا فرونس انسوميز راه ملي بدات تشتغل راه كتشتغل بوصفها دينامية تنظيمية متحررة تماما من المفاهيم الكلاسيكية للممارسة الحزبية. راه المقرات اللي عندها هي مقرات اساسا افتراضيه سميتها لاكسيون بوبولير، ما كايناش في الواقع. عندها ابليكاسيون، هاد لابليكاسيون هادي راه فيها تيتلاقاو الناس. معناه الا تنتكلموا على جان زيد 2012 اللي عندهم ديسكورد دايرين فيه واحد البلاصه خاصه بهم تيناقشوا، راه نفس الشيء. كاينه ممارسه سياسيه تتقول لنا انا ما عندي ما ندير بهذه المقرات الماديه الفعليه، عندي مقرات اوسع واكبر واريح وتلاقي الناس اللي هي لي زابليكاسيون اللي تنتلاقاو فيها. المساله الاخرى هو ان العضويه لم تعد مشروطه ببطاقه، اضحت مشروعيه العضويه مرتبطه بالمشاركه. انت تتشارك، انت عضو صافي مرحبا بك. وبالتالي كل التعقيدات اللي كتدار بداك الفهم التقليدي الكلاسيكي للممارسه الحزبيه الانتخابيه ملي تهرسات عطات الامكانيه للديناميات اللي كاينه في المجتمع انها تطلع المجالس وتعبر على راسها محليا، تعبر على راسها وطنيا، وبالتالي بدات تتاثر في السياسات. اذا ما بقيناش حنا كنديروا هذا الشيء هذا غادي نلقاو راسنا اننا تنقفلوا بالقانون وباشياء اخرى على هذه التعبيرات. وفي اخر المطاف هذه التعبيرات بما انها بحال الماء فما يقدرش يحبسها القانون، ستجد نفسها اما في الشارع تواجه الامن والرصاص او في السجن كما حدث مع تعبيرات نادت بالمستشفى وبالتعليم، ولعل اهمها في الاونه الاخيره هم الشباب الريف الله يفرج عليهم. شكرا لك سي محمد.